السلام عليكم حبايبي، شلونكم شلون صحتكم؟ وياكم منتظر من قناة الميثان للمعلومات. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة تأكيد الحساب بهوية عن طريق الاسم. يعني من خلال هاي الطريقة تقدر هم تأكد الحساب وهم تغير الاسم. نيجي نشوف الطريقة. شباب بنات، قبل لا أشرح الطريقة، أكو ناس تقول إنه هذا التأكيد مو تأكيد أساسي، تأكيد اسم فقط. أنا من ناحيتي أقول إنه هذا التأكيد ناجح جدا. ليش؟ لأن أنت راح تختبر الهوية، راح تدزها للشركة قبل لا يتعطل حسابك. أنت حسابك هسه مفتوح، فحبيت تغير الاسم أو تحب تشوف هاي الهوية مقبولة لو لا، راح تدزها للشركة تخلي الاسم اللي أنت رايده. إذا الاسم تغير إذا هاي الهوية مقبولة، وش وقت ما راح يتعطل الحساب ترفع هاي الهوية راح ينفتح. وإذا ما انقبلت يعني هاي الهوية ما مقبولة، من راح يتعطل حسابك، راح ترفعها ما راح ينفتح حسابك، فتشوف لك هوية ثانية حتى تنقبل. يعني أضمن لك إنه تسوي هاي الطريقة، هم تحمي حسابك تخليه قوي، وتضمن إنه الهوية راح ترفعها ناجحة ومقبولة وتفيد تفتح كل حساب، كل أنواع التعطيل. ماشي؟ نجي ندخل على رابط التأكيد، راح أخليه لكم بالوصف. نجي نخلي الاسم الأول اللي موجود بالهوية. ملاحظة مهمة جدا، لازم الاسم راح تكتبه هنا مطابق للاسم اللي بالهوية، والمواليد همينه اللي بالحساب لازم مطابقة للهوية. الهوية عندي الاسم أمجد محسن أحمد. ماشي؟ نختار تغيير الاسم القانوني، ونجي نرفع الهوية اللي هي مالتك. هاي هوية، ننطي إرسال. ننتظر شوية لأن النت عندي ضعيف. هسه حاليا اكتمل نص الشغل. نرجع على الحساب، إعدادات الحساب، البريد. هاي القضية مفتوحة، هذا الاسم اللي انت قدمته. راح ترد عليك الشركة خلال وقت قصير، يقول لك مطلوب الرد. راح اوقف الفيديو بين ما يجيني هذا الرد من الشركة. هلا حبايبي، رجعت وياكم بعد ما اجانا الرد. من يجينا الرد شباب؟ نجي هنا نخل الرسالة. هاي الرسالة راح اخليها لكم بالوصف. هاي هي الرسالة، هاي الرسالة. والنوبة نرفع الهوية مرة ثانية. هاي الهوية نرفعها مرة ثانية، نعطيها إرسال. هنا كمل كلش حبايبي، نظل فقط ننتظر رد الشركة. إذا تغير الاسم وراح يجيك إشعار، تدخل على الإشعار، وهذا الإشعار راح يوديك للبريد، يقول لك مرحبا أمجد، لقد تم تأكيد هويتك بنجاح وتم تغيير اسمك. لهنا يا حبايبي انتهى الدرس مالتنا، نشوفكم غير درس. في الله.